السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بالتواصل معكم من جديد على قناتي وقناتكم مني الفكرة ومنك التطبيق. فيديو جديد كنتمنى يا ربي ينال استحسانكم، وفكرة أيضا جديدة مغايرة لما يعني ألفتموه على القناة. يعني فكرة مشروع الحلويات بصفة عامة، وأولى الأفكار غادي نبداو الفقيقسات أو لا فقيقسات عاشوراء ولا القريشلات، كل واحد كي كيسميهم. معروفين بالقريشلات. هذا المشروع راه ممكن أننا نخدموه على مدار السنة، فقط سميناه بعاشوراء لأن هاد الشي هذه هي الاسم المتداول. ولكن راه هذا المشروع ديال القريشلات راه صدقوني هو مشروع ممكن أن الإنسان يخدمه على مدار السنة، وأنا راني بديته قبل من عاشوراء بمدة، ولكن كان لازمني أنني ناخد وقتي حتى نعرف مزيان الخبايا ديال هذا المشروع عاد نشاركه معاكم. وها الحمد لله قد يعني الله سبحانه وتعالى يسر وأنا غنشاركه معاكم. كنحتاجو ليهم كأس من السكر. راه العجينات كتختلف، هاد العجينة أنا حيت عندي طلبية صغيرة درت غير عجينة صغيرة، وإلا كانت عندنا طلبية كبيرة رانا تندوبلو هاد المقادير، غير شدوا معايا المقادير مضبوطة، وراه حنا كنقصوا فيها ولا كنزيدو بنفس الطريقة. نفس الكأس اللي عبرت به السكر غنعبر به الماء، غنعبر به الزيت، وراني درت قبيصة ديال الملح ودرت سكر، كيس من سكر الفاني. اللي نعقل عليه مزيان هو ان الكميه كتكون متساويه ما بين الماء والزيت والسكر، يعني تيكونوا بحال بحال نفس الكأس اللي عبرت بهم. كنضيف هنا 3 الملاعق ممتلئه جيدا من السمسم او الزنجلان بعد ما غسلته ونقيته بطبيعه الحال. ومن بعدها غادي نزيدو النافع وحبة حلاوة اللي حتى هما منقيين، وانا كنصهدهم شويه في المقيله ضروري كندير 2 معالق يعني ممتلئه، ونقدروا كاع نهرمشهم شي شويه. انا صراحه ندوزهم من الاله اللي تطحن، تنضرب واحد ضربه ولا جوج حتى ل3 كاع حتى كيتهرسوا شي شويه. غير هذه حيت جاتني الطلبيه مزروبه وما كانش عندي الوقت، يعني خدمت بهم صاينين، وضروري ما كنصهدهم. ملي كنصهدهم كتعطي واحد الطيبه سبحان الله العظيم، وكيعطيو ديك المذاق ديالهم تيخرج في هذوك القريشلات، كيعطيهم واحد الطيبه واحد النسمه. ما شاء الله ما شاء الله راه تيجيو زوينين وتيجيو هشاش. غير يعني سيروا على هاد المقادير اللي عطيتكم راها مضبوطه. الا بغينا هاد الكميه اللي كتخرج لنا تقريبا كيلو، ما كيكونش كامل كيلو، كتخرج لنا تقريبا كيلو. الا كان عندنا شي طلبيه اقل من كيلو راه هادي كتخرجنا. وكنزيدوا المكون ولا المكون اللي كيزيدهم هشاشه وكيخليهم هشاش ورطبين. انا صراحه جربتهم غير بالماء والزيت والسكر، ما جاوش بنفس جاو شويه مقرمشين على قاصحين شي شويه. هما راه زوينين ولكن ماشي بحال بالزبده، بالزبده تيجو هشاش. فهاد الكميه ديال كأس من الماء، كأس من السكر، كأس من الزيت، كندير معاهم 125 غرام من الزبده. إلا درت النصف 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 فأنا كنقسم هذاك 125 على نصفين وكنستعمل غير نصف واحد. ولا درت 2 كؤوس من الماء، 2 كؤوس من السكر، 2 كؤوس من الزيت، فأنا كندير هذيك الرابعة كلها كندير 250 غرام. وهذه هي القاعدة اللي غتمشيو عليها. كأس 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 كأس، نصف هذيك الزبدة. وباش ما زدت راني تنزيد، وإلا نقصت راني تنقص منها. تيجيو ما شاء الله راه تيجيو هشاش ولذاذ والحمد لله. يعني كان عليهم واحد الإقبال جميل جدا. كنضيف الدقيق تدريجيا كيهزوا لينا أقل من كيلو، ما كيوصلش كيلو، ما بين 800 غرام 900 غرام حتى ل 700 غرام، زعما ما كيهزوش كيلو كامل ديال الطحين. كنضيف كيس من الخميرة الكيميائية، نديرو كيس كامل. راه الا نقصنا تيجي شويه قاصحين. هو هذاك راه هاد العبارات اللي عطيتكم راها مضبوطه وخدمت بها وجربت، يعني نحاول نغير فيها. مثلا كنزيد مثلا كميه طحين، ولا تنزيد مثلا كميه الماء على الزيت والزبده، راه ما كتعطيش نفس النتيجه. راني عاطيكم مقادير مضبوطه وخدمت بها، وزعما لقيت استحسان الحمد لله. وهذا هو اللي خلاني ما حطيتش الفكره يعني في بدايتها. من يلاه بديت نخدم خليت حتى عرفت الخبايا ديالها، وحتى غيرت في المكونات، ولكن راه ما صدقوش كما عطيتهم لكم دابا. كنتمنى يا رب ان الناس اللي غادي تجربهم يعني تنجح معاهم الفكره.
صافي هنا كنجرب العجين ديالي واش هو هذاك، يعني ما محتاجش مازال نزيدو دقيق. لقيت بان هي هذيك مزيانه، نخليوها شويه رطبه ما نقصحوهمش. كندير العجين في بلاستيك وكنقطعها كناخذ منها قطع. كل قطعة كنقطعها لأجزاء صغيرة، وكل جزء صغير كنحربلو ولا كنشكلو على شكل حربول. أنا ما تندخلهم لا الفرن يطيبوا نص طيبة ولا يتشمعوا، وما تندخلهمش للمجمد حتى يجمدوا. أنا تنخدم بهم هكا. صراحة جربت على المجمد وما عطاتنيش، وجربت أنني ندخلهم الفران غير يتشمعوا وما عطاتنيش النتيجة المرضية. وانا نخليهم بحال هكا تنديرهم كاملين، كنخليهم كيطلقوا، ومن بعد كنبدا باول واحد ولا كنهز ماشي مشكل اي واحد صافي تنبدا كنقطع. وصراحه ما تياخذوش الوقت بزاف. هاد الطلبيه جاتني مع 12 3 ومازال كنت زعما تندير الغدا وهكا، ولقيت راسي كملتهم. الحاجه الوحيده اللي تتشد هي الفران خاصنا ردو معاه بالنا. صافي كما شفتوا انا الطاوه ما احتاجيتش كاع ندهنها، حيت صراحه انا تنخدم بها. الا كان عندكم ورق الزبده ممكن تفرشوه، وممكن الا كان يلا اول استعمال دهنوها. انا صراحه حيت تنخدم بهم صراحه هاد الايام تنخدم بهم المملحات والقريشلات الحلوى وكل شيء. داكشي علاش ما محتاجيش انني ندهن الطاوه ديالي. وصافي تنقطعهم بشكل مائل بالمقص، وكنقطع بطريقه عشوائيه، راه ما تيوقع ليهم حتى شي حاجه. واخا كاع يتنفخوا تقدر شي وحده مثلا ملي تخدمهم تبان لها تنفخوا وداكسوا كما تنقولوا يعني. فهذا غير خليهم ما تقيسيهمش، لان بديتي كتقيسيهم كيتفرطوا. خليهم حتى يشد فيهم الطياب مزيان من التحت حتى تحسي بانهم طابوا. وحنا راه ضروري كنهزو شي وحيده تنقلبوا، ومن بعد نطلعهم انا حيت عندي العكس. المهم انا كان لتحت فين كيطيبوا عاده كنطلع الفوق فين كيتحمروا. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله اللون ديالهم يعني راه غير التليفون ما توصلش الصوره كما هي حقيقيه. راه ما شاء الله جا واحد اللون ذهبي فيهم زوين، فتيين رطبين. صافي طيبت الكميه اللي عندي، خليتها حتى بردات مزيان. ما نديرهمش في الاكياس وهما سخان، ولكن وحنا باش يبقاو محافظين على ديك القرمشه ديالنا ملي كنساليو منهم انا تنغطيهم مزيان، ما تنخليهمش كاع يدوز البرد اللي هم مشيقط. يعني كنحكم ليهم ونغطيهم مزيان، اولا تنديرهم في شي علبه وكنسد عليهم حتى الوقت اللي بغيت نعبر تنعبرهم ونعمر الاكياس ديالي اللي كنجبدهم. صافي هنا خديت عندي الميزان وغناخذ نديرهم في هاد الاكياس اللي راه كيكونوا عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات، وايضا اللي كيبيعوا المستلزمات ديال اعياد الميلاد. فخديت هنا باكيه، خديت باكيه بواقيلا ب30 درهم، حسبها ليا السيد ب30 درهم. كتكون فيها 100 حبه، كطيح زعما كطيح رخيصه. هنا كنوريكم الميزان يعني كيفاش طريقه كنعبروا وكنوفيو. ضروري ما كنوفيو شي شويه، ما كنخليهاش هذيك 500 غرام راه ما خليتهاش على 500 واقفه. هنا غادي نعبر 250 غرام. راكم غتشوفوا بانني كنوفي شويه، ماشي بالضروره ديروا كما درت 258 غرام، ولكن المهم نوفيو. وهذاك الشيء اللي كنبقى ليا ما كاملاش 250 غرام، ولكن انا هادشي اللي كان عندي في الطلبيه. كنتمنى يا رب تعجبكم الفكرة. فكرة جميلة وسهلة وبسيطة، والربح ديالها زوين الحمد لله. وإلى فيديو قادم مع فكرة أخرى إن شاء الله تعالى.